الفيلم كيبدا في ميريكان وبالضبط في نيويورك مع جيري ومراته وبنته اللي كانوا عايشين حياة عادية حتى لواحد النهار غادي يلقاو الزحام في الطريق بقاو واحلين تما وكل مرة كدوز واحد الهليكوبتر من فوقهم. جيري يحس بلي شي حاجة ماشي هي هاديك، غيشعل الراديو وغيجيبها لاصقة مع واحد الإذاعة فيها واحد النشرة إخبارية. غيسمع بلي منظمة الصحة العالمية كتقول بلي مرض السعال اللي كاين في طاليان ضرب 12 دولة في العالم وميريكان من بين هاد الدول، وهما مازالين كيسمعوا النشرة الإخبارية اللي كتقول خاصهم يردوا البال راسهم. غيدوز واحد الموطور من حدا غيضرب ليه المراية، ما غيفهموا والو حتى يبان لهم واحد الرنوك دايز كيدهس في الناس حيت مقطع ليه الفران. جيري غتبان ليه واحد المرا كتعض في الناس بطريقة غريبة واللي عضاتو كيولي بحالها. جيري غادي يفهم بلي هذا هو المرض اللي كانت كتهضر عليه منظمة الصحة العالمية. جيري ملي فهم هادشي خدا مراتو وولادو لواحد الكرفان باش يحميهم. البوليس شافو حتى هي ولقاو راسهم ما غاديش يسيطروا على الوضع وهما ينسحبوا. رجعوا عند جيري اللي غادي هو وولادو ومراتو بالكرفان حيت قدروا يهربوا من المدينة، ولكن البنت الصغيرة بدات كتخنق حيت مريضة وكدير رابوز، والمشكلة هي ان الرابوز نساوه في طوموبيلتهم. في الوقت اللي مرات جيري كتحاول ديماري في الكرفان غادي يصوني التليفون ديالو، عطاتو ليه باش يجاوب وغادي يكون الشاف ديالو. قال لي باش ترجع تخدم وغادي يصيفط ليه هليكوبتر خاصه باش تهزو هو وعائلته. موراها غادي يقصدوا واحد السوبر ماركت باش ياخذوا الماكله اللي غادي تقدم وياخذوا الدواء لبنتهم. جيري وبنته مشاو باش يجيبوا الدواء ومراته والبنت الاخرى مشاو باش يجيبوا الماكله، وجيري كيتقدى في الدواء اللي خاصو غادي يسمع الغوات ديال مراته. مشى يشوف لقى شي وحدين شادينها وباغيين يتعداو عليها، هنا شاف داك المنظر كا هز واحد السلاح وبدا كيتيري فيهم وصفها عليهم واحد مورا الاخر. وفاش كانوا خارجين ما لقاوش الكرفان ديالو. جيري وبلا ما يضيع الوقت قصدوا واحد العماره، وفي نفس الوقت عيط للشاف ديالو وقال ليه باش يصيفط ليه الهليكوبتر للسطح ديال العماره. العائله قدروا يهربوا للعماره ولكن الزومبي تابعينهم وما بغاوش يشفكوا منه، هرسوا داك الباب ودخلوا تابعينهم، ولا شويه كانوا غيشدوهم كل ما واحد العائله عتقاتهم. تما غادي يسمعوا في الراديو بلي الحكومه كتقول خاصهم يجمعوا الماكله اللي غتقدهم 2 سيمانات. جيري غادي يقترح على العائله اللي عتقاتهم باش يمشيو معاهم حيت غتجي واحد الهليكوبتر تديهم من واحد البلاصه امنه. فكروا شويه في الهضره ديال جيري ولكن في الاخر ما بغاوش. جيري غادي يلوي عليه يدو واحد الكرتونه باش الا هجموا عليه الزومبي يقدر يطاكيهم بها، وهما خارجين كان تابعهم واحد الزومبي ضربوا عليه بالسلاح، وهذا الشيء غير مازال جاعر الزومبي الاخرين. العائله بقاو هاربين وهما تابعينهم حتى لواحد اللحظه واحد الزومبي غادي يشد جيري وغيلوح عليه الدم ديالو، ولكن في الاخر قدر يصفيها ليه بالسلاح وموراها لحق على عائلته السطح. جيري غادي يمشي يوقف واحد الحافه باش الا بداو كيبانوا عليه الاعراض ديال الزومبي يلوح راسو من تما باش ما يأذيش عائلته، ولكن لحسن الحظ ما بان فيه والو. وفي نفس الوقت غادي تكون الهليكوبتر وصلات خداهم لواحد الباطو غادي يكون بعيد على نيويورك ب 200 كيلومتر، غادي يكون هذا هو المقر ديالهم. موراها الرئيس غادي يقول ليه بلي من بعد بزاف ديال البحوثات ولينا شاكين بلي الشينوا هما اللي جا عندهم هذا الفيروس هذا. داكشي علاش قررنا نصيفطوا واحد الدكتور لتما باش يدير البحث ديالو، وخاص يرافقوا شي واحد، وحنا كنشوفوا بلا ما كاينش شي حد احسن منك حيت انت دوزتي بزاف ديال المهام ونجحتي فيهم كاملين وعاونتينا بزاف باش نتطوروا، وداك الشيء علاش انت اللي غادي تمشي، ولا ما بغيتيش تمشي غادي نجريو عليك انت وعائلتك، وهذا الشيء علاش جبناك، وإلا ما بغيتيش غادي نجيبوا شي حد اخر بلاصتك يتكلف بهذه المهمه. جيري شاف شاعيه وهو يوافق، بالخصوص ملي غادي يتكلفوا بالحمايه ديال عائلته. موراها مراتو عطاتو واحد التليفون لاسلكي باش يقدر يتواصل معاها، وداهم كاملين ومشى الطريق. الطياره غادي نشوفو جيري كيقول الدكتور بلي اي حاجه غادي نقولها ليك غادي ديرها وما تزيد حتى شي حاجه من راسك حيت انا اللي مسؤول هنا. موراها غادي يهبطوا فواحد البلاصه في كوريا الجنوبيه، غينزلوا غيلقاو الران ديال الزومبي كيتسناوهم، بداو كيتضربوا معاهم. الدكتور ما عمرو شاف هادشي، تخلع ورجع للطياره باش يتخبى وهي تجي فيها واحد القرطاسه قتلاجو. موراها استقبلوهم العسكر ديال كوريا الجنوبيه في القشله ديالهم، موراها دخلوهم واحد الزنزانه كانوا فيها 16 واحد، قالوا لهم بلي كانوا باغيين يحقوا معاهم ينقادوا لهم المحاضر ديالهم، ولكن كلاو بعضياتهم ولاو زومبي كاملين وماتوا. وللاسف ما كانش شي طبيب اللي غادي يفحصهم وياخذ منهم عينات ويفهم الحاله ديالهم. كان غير واحد الطبيب فلت كان خدام مع المخابرات الامريكيه، ولكن ملي شاف صحابو كاملين تحولوا زومبي بحال حماق شويه. جيري كيهضر معاه والمزنزه حتى هو كيجاوبو وبدا كيقول ليه داكشي كامل اللي شاف بالتفاصيل، وقال ليه بلي المدينه ديال القدس دوروا على راسهم بواحد الصور سيمانه قبل ما ينتشر الفيروس، وهادشي حيت كانوا عارفين بلي الفيروس غادي ينتشر، داكشي علاش داروا هكاك، والا علاش غادي يدوروا على راسهم بالصور. موراها جيري غادي يقرر باش يغيروا الوجهه من الصين للقدس، وهما شادين الطريق غادي يصوني على مراته باش يطمئن عليها، وقال لها بلي حنا غادي للقدس. باش وصلوا غادي يخلي صحابو في الطياره وبوحدو غادي يمشي يقصد الرئيس ديال المدينه. جيري غادي يقول ليه واش كنتي عارف بلي الفيروس ديال الزومبي غادي ينتشر، والا علاش
ندور شي المدينه كامله بالصور. قال لي الرئيس ديال المدينه انا ما كنثقش في الزومبي حتى شفتهم دابا قدامي، اما بالنسبه للصور راه كانت عندي الفكره من شحال هادي باش حتى الا كان شي هجوم من اي نوع نكونوا حاميين راسنا. وقال لي بلي حنا كندخلوا اي واحد من المدينه غير ما يكونش معادي بالفيروس ديال الزومبي، وجيري غادي يتصدم بالعدد الكبير اللي كان برا على المدينه. اما الناس الداخل عايشين حياه طبيعيه وطالقين الموسيقى بواحد الشكل اللي عادي وضاربين الدنيا بالكلا، ولكن هاد الصوت ديال الموسيقى العالي كان كياتيري بزاف الزومبي، وكل مره كانوا كيحاولوا يطلعوا فوق بعضياتهم حتى هجموا على المدينه. حاولوا العسكر ديال المدينه يوقفوهم ولكن ما قدروش حيت العدد ديالهم كان كبير والدعوه غترون، وبين كل زومبي وزومبي كتلقى زومبي، وبداو كيتسلتوا ليهم بين الدروع حتى غادي يقدروا يهربوا كاملين من غير واحد العسكريه اللي غادي تعض من يديها. وهنا جيري غادي يتدخل وغادي يقطع ليها يديها باش الفيروس ما ينتشرش ليها في الجسم ديالها كامل. جيري فاش خرج كيقلب على الطياره اللي خلى فيها صحابو ما لقاهمش، ديك الساعه اضطر باش يمشي مع الطياره ديال الركاب. موراها جيري غيعيط على الرئيس ديالو، قال ليه شوف لي شي مختبر قريب للبلاصه اللي غادي ننزلوا فيها، وفي الطياره غادي يكونوا بزاف ديال الزومبي مخبئين والركاب كاع ما ردوا لهم البال. المضيفه ديال الطيران مشات باش تفتح واحد البلاصه ديال الباكاج وهو ينقز عليها واحد الزومبي. جيري سمع الصداع مشى يشوف وهو يفهم بلي طالعين معاهم زومبي، وهو يقول للركاب اللي عنده شي صاك ولا شي شكاره يجيبهم، وهذا الشيء باش يسدوا الفتحه وما يخلوش الزومبي يوصلوا للجهه ديالهم. ولكن واحد من الركاب طيح الباليزه ديالو اللي غدير الصداع، سمعوهم الزومبي وهما يهجموا عليهم وهي ترون. جيري بانت ليه القضيه حامضه وهو ياخذ واحد القنبله من عند العسكريه وفرقع الطوموبيل باش الزومبي يطيروا منها، وبالفعل داكشي اللي كان. ولكن البيلوت صعب عليه السوقان وقرر انه يطيح طياره في بلاصه باقل ولكن كاع اللي كانوا في الطياره ودهم ما عدا جيري والعسكريه. ديك اللحظه قصدوا المختبر اللي قال ليه الرئيس عليه، ولكن قبل ما يوصلوا غيبوا. داز 3 ايام والرئيس ديالو غادي يخرج مراته وولادو حيت كان كيحسب ليه بلي جيري مات في الحديث ديال الطياره. وشوف اللي كتكحل الافطار، واش كاين شي بطل ديال القصه كيموت؟ ومن بعد جيري كيفيق من الغيبوبه وكيلقى راسو مكتف وواقفين عليه واحد الجوج وكيسولوه شكون هو. قال لهم شكون نتوما اللي جايبيني لهنا؟ جيري قال لهم صونيو على مراتي وهي غادي تقول لكم كاع داكشي اللي كاين. وتنا ملي صوناو عليها جاوبهم الرئيس ديال جيري، وملي سولوه فين هي مرات جيري وجيري راه مازال عايش ما عرف باش يجاوبهم. هذوك الجوج غادي يقولوا لجيري بلي انت كاين دابا في مركز طبي تابع لمنظمه الصحه العالميه، وجيري غادي يقول لهم بلي حتى انا الهدف ديالي هو نلقى شي حل لهذا الفيروس. مورا واحد الطبيبه كتقول لي بلي صنعنا بزاف ديال الادويه ولكن ما خداو حتى شي نتيجه، واخا جربناهم على الزومبي وعلى راسنا ولكن والو. ولكن راه كاين واحد اللقاح يقدر يعالجنا، غير هو صنعوه واحد الاطباء وتحولوا زومبي، وراهم كاينين في واحد البلاصه اللي فيها تقريبا 80 واحد وحتى واحد منا ما قدر يمشي لديك البلاصه حيت خايفين على راسنا. جيري قال لي دابا غتوريني فين كاين هذا اللقاح، واش هاد الزومبي غيخلعونا؟ مورا مشى هو واحد من داك الجوج والعسكريه. مورا بداو كيتسلتوا بديك الكولوارات حتى وصلوا للغرفه اللي كان فيها داك اللقاح، ولكن تما غادي يلقاو بزاف ديال الزومبي. جيري قال لهم عندي خطه، غادي تمشيو لراس ديال الكولوار وغادي تعيطوا ليهم وما غادي يجيو عندكم، وانا غنستغل الفرصه وغنمشي ندق فيه ديك اللقاح. وبالفعل داكشي اللي طرا، الطبيب والعسكريه مشاو وبداو كيعيطوا ليهم وتموا قاصدينهم بزاف ديال الزومبي بحال الوحوش حتى قدروا يهربوا للجناح ديالهم. وفي نفس الوقت جيري غادي يكون وصل للجناح اللي فيه اللقاح، بدا كيقلب على اللقاح حتى لقى واحد بنفس المواصفات اللي عطاتو الطبيب. موراها جيري غادي يدقو في راسو وبقى كيتسنى حتى تخلط ليه مع الدم ديالو. موراها فتح الباب وغادي يلقى قدامه واحد زومبي، والصدمه هو انه ما اداش، وهذا الشيء كيعني بلي اللقاح كان ناجح. موراها هز اللقاح وداه معاه للاطباء، واخا هكاك جيري كان شاك شي شويه، وباش يحيد هذا الشك داز قدام قطيع ديال الزومبي، والمفاجاه هي انه ما اداوهش. وموراها جيري غادي يرجع عند العائله ديالو، ومنظمه الصحه العالميه غادي تنسخ هذا اللقاح في العالم كامل، والفضل في هادشي كامل كيرجع لجيري اللي يقدر ينقذ البشريه من الدمار. حتى لنا غادي يكون سالا الملخص ديالنا. الى عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش الا لحنا شي ملخص جديد يوصلك اشعار في تليفونك. تهلاو.